الله يا ماما، انت عاملة بطة؟ الله، دي بطة يا ماما، جميلة قوي، حلوة قوي. انا نفسي في البطة، جميلة. لا دي مش بطة ولا حاجة. انت فاكر البطة اللي كانت فوق سطح الجيران اللي ماشية بتتمخطر؟ لا انا رحت جبت بقى فرخة امهات كبيرة قوي. قلت مادام نفسك بقى في البطة عاملة زي البطة، كأني ذبحت لك بطة طعمها جميل قوي. هنعمل النهاردة فرخة جميلة قوي بطريقة حلوة قوي، هتبقى مشوية طعمها جميل جدا مع رز بسمتي بقى بالخضروات، ما اقولكيش طعمه تحفة قوي وجميل قوي. تغيري بقى لولادك وتعملي لهم أكلة حلوة كده دسمة وجميلة. شايفة الفرخة دايبة قوي ازاي، مع القد ما هي كبيرة قوي بس ما شاء الله لحمها دايب وحلو قوي، طعمها مشوي رهيبة في منتهى الجمال. تجيبي الفرخة زي ما انت شايفة كده، تغسليها كويس، تنقعيها في مية بليمون وشوية خل، شوية كده بتاع 5 دقايق، وتروحي شطفها كويس وتاخديها بقى تتبيلها تتبيله حلوه قوي. تبشروا لها بصلايه زي ما انت شايفه كده، نسمي الله، وتحط لها 7 بهارات. انا حطيت ملح جوز الطيب، وحطيت شويه فلفل اسود، وحطيت شويه بهارات اللي هم ال7 بهارات، وحطيت معلقه لبنه فيها. عندك زبادي حطي، انا ما كانش عندي زبادي. وحطيت شوية طماطم ضربتهم كده وحطيتهم، وليمونة عصرتها، وحطيت طبعا الملح، وحطيت الليمونة زي ما انتوا شايفين كده. حبيتي تحطي شوية خل حطي. وبعد كده بقى قلبتهم في بعض، ورحت حاطة نقطتين زيت. ده البذر بتاع الليمون بشيله، ورحت حاطه لها شويه دبس رمان وشويه شطه كده صغيرين، وتقلبي بقى الخليط ده مع بعض، ورشه جوز الطيب زي ما انت شايفه كده، وتروحي مقلبه الخلطه الحلوه دي، وتروحي بقى ماسكه الفرخه ومتبلاها. حطيت الخلطه نص كوبايه ميه، وبدات بقى اتبل الفرخه حلوه قوي. وقلبت الخلطه مع بعضها، وبعد كده بقى تروحي متبله بقى الفرخه. تتبليها قبل ما تعمليها ب3 ساعات 4 ساعات، تتبليها من بالليل تسيبيها على الصبح، الطريقه اللي تعجبك. انا تبلتها قبلها بساعتين حقيقي. وبعد ما تتبليها حلو كده وتدخلي التتبيله ما بين الجلد واللحم، تحطيها بقى في التلاجة عشان تشرب التتبيله بتاعتها. هنعمل احنا بقى ايه؟ هنعمل الرز. انا تبلتها بدري شويه، عديت ساعتين، وبعد كده بدات اعمل بقى زي ما انت شايفه الرز. جبت ورق لورو وشويه كركم وشويه حبهان وقرفه، التوابل اللي تحبيها بقى في الرز ده، ورشه جوز الطيب. وحطيت بقى الخضروات، كان عندي فاصوليا وعندي جزر. حطيت معلقتين سمنه، وحطيت لها بصلايه وقرن فلفل رومي وشويه ونص قرن كده حامي. انا عملته المره دي بالفاصوليا الخضراء، بيتعمل بالبسله، بيتعمل بالفاصوليا، حبيتي الاتنين مع بعض براحتك. وحطيت كمان جزر. تقلبي بقى الاول تشمي ريحه البصله بالتوابل، وبعد كده تبداي تحطي بقى الخضروات، الفلفل والبسله او الفاصوليا والجزر، تشمي ريحتهم، وتبداي بقى وتحطي الرز البسمتي، تقلبيه تقلبتين كده، وبعد كده تحطي له الشوربه. يكون الكوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 كوباية شوربه او 2 كوباية ميه. وبعد كده جبت بقى الريحان وحطيته على الوش زي ما انت شايفه كده. طبعا حاطه لها الملح، وتوطي عليها بقى وتسيبيها بقى الرز يستوي مع نفسه. دي الفرخه اهي اتبلت خلاص. انا عايزه بقى ايه؟ احشيها. خدت بقى شويه رز من الرز اللي انت شايفاه ده، ورحت حشيها بيه. كان نص سوا شويه كده، ما استواش سوا كامل. ورحت قبل يعني ما يقعد يستوي، اول ما تشرب كده وطيت عليه النار، رحت واخده الرز ورحت حاشيه بيه الفرخه. وجبت بقى العصي اللي هي الخله وقفلت بيها. معلش النور قطع وطلعت بره كمل. وبدات اكتف رجلها. بتحشيها بقى، ما تحشيهاش جامد قوي رز،
يعني ايه، تخلي فيه تهويه كده للمساحه كده ليها. هو الرز مستوي كل حاجه، بس تخلي مساحه كده عشان الفرخه بتروح لما شويه. حطيت بقى شرايح بصل بقى في ارضيه الصينيه. جبت بصلايه وسط كده ورحت مقطعها شرايح زي ما انت شايفه كده، وحطيت عليها اللي باقي من التتبيله بتاعت الفرخه، ورحت حاطه الفرخه في النص زي ما انت شايفه كده، ورحت حاطه لها ايه شويه ميه كده حوالين الفرخه على البصله كده، وشويه التتبيله اللي اتبقت حطيتهم على الفرخه من فوق اللي اتبقت من التتبيله بتاعتها، ورحت قافلاها كده بورق الفويل وحطيتها في الفرن. الاول بتحطيها في تحت في ارضيه الفرن تسخن شويه، تروحي حطها في الفرن الوسطاني. شايفه استوت وبقت جميله وحلوه قوي ازاي، ما شاء الله. كانت دايبه وطعمها حلو قوي، طعمها حكايه، عامله زي البطه حقيقي، كبيره كده وطعمها حلو ودسمه. وادي الرز خلص معانا، وطينا عليه واتشرب، طعمه جميل حقيقي الرز. وجبه جميله قوي، واعزمي ولادك، تعزمي حبايبك عليها. وجبه حلوه قوي وطعمها جميل قوي. حبيتي تجيبي فراخ وسط وتعملي على عدد الافراد اللي انت عايزه تعملي الفراخ، جيبي الوسط برضو هتبقى حلوه، الصغيره برضو مش وحشه. بس دي كانت فرخه كبيره وجبتها بقى قلت عشان تبقى عامله زي البط. شايفه بقى دايبه وحلوه قوي ازاي، ما شاء الله، جميله، طعمها حلو قوي ودايبه ومستويه وجميله قوي، بالذات ان انت بتقعديها في التتبيله شويه كتار. وبالهنا والشفا. وبعدين العود اللي هو بتاع الخل اهو زي ما انت شايفه اهو، وبالهنا والشفا.